السلام عليكم ورحمة الله. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. طلعت معاكم بالماسك النهاردة عشان هنتكلم على 4 5 حاجات مهمين جدا نعملهم اليومين دول علشان نحمي نفسنا ونحمي ولادنا من الدور اللي ماشي. بعض الفيروسات موجودة وهي الفيروسات السنوية اللي موجودة كل سنة وفي نفس الميعاد بنفس الظروف ونفس الامور، بس السنة دي الامور زايدة قوي نظرا لان الاطفال بينزلوا مدارس والتجمعات، وان الناس بدأت تنسى قصة الماسك. الماسك يا جماعة، الماسك مهم جدا 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 جدا. الماسك مهم لو بتخش اماكن زحمة، لو بتروح لعيادة الدكتور، لو بتروح معمل، لو بتروح مركز اشعة، لو بتروح مستشفى، لو بتروح اي تجمع البس ماسك. الماسك بيحمي جزء كبير، احنا نسينا بس الكلام ده. التباعد وغسل الايدي والكلام اللي كان ايام الكورونا، هو مفيش، الموضوع مش زي كده، بس هو لازم نخلي بالنا الدور اللي ماشي سواء انفلونزا او كومن كولد او متحورات او مخلاوي ايا كان، اساسه ان الفيروس عايز يخش من الجهاز التنفسي. طب امنعه ازاي؟ ماسك. على قد ما تقدر لبس ابنك ماسك، البس انت ماسك، ده مهم جدا. تاني حاجه، اي حد مريض او تعبان او عنده بدايه الدور، الرشح، السخونيه، الكلام ده، ريت يقعد في البيت، وممكن نعزله في اوضه لوحده من غير حتى الاختلاط معاه عادي، بس مش هيبقى قريبين قوي منه، بس هو يبقى ليه اوضه يقعد لنفسه مع نفسه، يشرب حاجات دافيه، ياخد علاج، وهيخف في خلال يومين 3. لكن مش هيخش البيت الناس كلها في البيت معاه والاطفال نعدي بعض ونبتدي نعدي بعض. يبقى العزل مهم داخل البيت. العزل ده اللي هو ان انا اتجنب الاخرين، باقي افراد الاسره بتاعتي، وده مهم جدا جدا جدا. يبقى الماسك مهم، عدم الاختلاط، اللي تعبان يقعد في البيت يبعد عن نفسه، ابنه لو تعبان ما ينزلوش المدرسه، ما يبعتوش الكورسات والدروس. الناس بيبقى الولاد تعبانه ومعديه وبيعدوا بعض وبينزلوهم برضه وبنعدي بعض تاني. اخر حاجه مهمه جدا جدا في الكلام النهارده، تطعيم الانفلونزا. يا جماعه اللي ما خدش تطعيم الانفلونزا ياخده، سيبكم من اي كلام بيتقال. تطعيم الانفلونزا مهم خلال السنه كلها، مفيش حد تتاخر لحد شهر 12 1 2. الانفلونزا اصلا الموسم بتاعها ممتد لحد شهر 4. فالمهم جدا تطعيم الانفلونزا، اللي ما خدش ياخد، واللي خد السنين اللي فاتت ياخد تاني، ده مهم. تالت حاجه بقى، ايه الحاجات اللي اقدر اقوي بيها مناعتي؟ ان انا انام كويس جدا 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 على قد ما اقدر 8 ساعات على الاقل، ان انا ازود فيتامين سي، وموجود اليومين دول جوافه، وموجود برتقال، موجود يوسفي، موجود كيوي، موجود معظم الحاجات اللي زي كده، عسل نحل. الحاجات بقى الطبيعيه، الاوميجا، اي مصدر من المصادر الطبيعيه، فاكهه وخضار واكل صحي ونوم بدري او نوم كويس وراحه، ده بيخلي مقاومتك لاي اكتساب لمرض او كاتشن انفكشن بتقل جدا جدا جدا. طبعا من الحاجات المهمه برضو المالتي فيتامينز عموما، والانيميا، اللي عنده اي طفل عنده انيميا يعالجه، لان الانيميا بتخليك عرضه اكتر للمرض وعرضه اكتر لاخذ الدور ده. الزنك سبلاي، لو هتقدر تاخد زنك شراب او زنك بالفم. اللاكتوفيرين من الحاجات اللي بتعالج وفي نفس الوقت بتعمل وقايه كويسه. يبقى احنا عندنا 3 حاجات نمنع نفسنا من الاختلاط على قد ما نقدر، نلبس ماسك كويس، نمنع نفسنا من النزول، والاطفال التعبانه تقعد في بيتها لحد ما تتعالج، السليم يحاول ينام كويس وياخد حاجات دافيه كتيره، وياخد فيتامين سي وزنك ولاكتوفيرين واوميجا، وكل الحاجات اللي يقدر الطبيعيه ياخدها، هتحافظ عليه. واللي ما خدش تطعيم الانفلونزا تاني وتالت ورابع، باكد لازم ياخد تطعيم الانفلونزا. اطيب تمنياتي لحضراتكم بالصحه والعافيه، وربنا يعافي الجميع ان شاء الله. الف سلامه.